اسمي كريستيان واكد وأنا صحفية ومحللة سياسية لبنانية فرنسية. أول مرة تعرفت على أفكار القائد أوجلان كنت طالبة ماجستير بالفلسفة السياسية بالجامعة بفرنسا بباريس. وكان في وقتها طالب مسرح من إيطاليا. شافني عم بقرا كتاب الفيلسوفة الفرنسية سيمون دو بوفوار لو دوزيام سكس أو الجنس الآخر. وهو كتاب أكيد تحرري، بيعطي نظرة يعني للمرأة مختلفة عن اللي نحن كنا شايفينه بالشرق. فبيجي بيقول لي بعد بدي أعرفك على شخص رح يبهرك أكتر، وهون بيعطيني مجموعة كتب للقائد أوجلان. ونبلش يعني أنا وياه بالأيام اللي بتجي نتباحث عن هذا الموضوع، وبكتشف مع القراءة ومع هيك قديش فعلا القائد أوجلان عنده نظرة للمرأة، نظرة تحررية، ونظرة إنه شايف المرأة بكل كيانها. وأكيد كمان فكره العلماني كان كله يعني محط لإلي إنه حب أعرف أكتر، أثار لي الفضول أعرف أكتر عن هذا الشخص اللي عنده أفكار غير كل الأفكار اللي شفناها من القياديين بالشرق. وأصلا أنا من الأساس كان دايما عندي تعاطف مع الأكراد، لأنه أنا دايما بحب أوقف بجانب المظلوم وليس الظالم أكيد. وتعاطفي مع الأكراد كونهم أنهم مهمشين كمان. فهذا الموضوع كمان زاد عن فضولي عن موضوع القائد أوجلان. هلأ نحن كصحفية أكيد عم نتابع أخبار اعتقال القائد اللي خُطف من 22 سنة بكينيا من قِبَل السلطات التركية، واللي من وقتها هو فعلًا منعزل، يعني محاكمته كانت غير منصفة، ومن وقتها هو بظروف صعبة، ما عنده وصول للخارج إلا من خلال المحامي تبعه. نحن كصحفيين ما فينا نوصل ما فينا نسأل عن ظروفه، عن كيف عايش. فهيدا الموضوع غير مقبول ولازم نضل نحكي عنه، ونحط pressure ضغط على المجتمع الدولي تيتحرك من أجل هذا الموضوع، لأنه فعلا اعتقاله، ظروف اعتقاله هي ظروف غير إنسانية وظروف غير منصفة. ولازم دايما كل شخص محترف، صحافي محترف يضل يحكي عن هذا الموضوع وما يكون بخانة النسيان. فبوجه لكم تحية من لبنان وكل محبتي لكل المناضلين ولكل اللي بيناضلوا من أجل الحرية ومن أجل العدالة والمساواة. تحياتي.